تعالوا نعمل مع بعض النهاردة البسكوت بفكرة جديدة، وهو بسكوت الحليب المغلي. قد ايه الفكرة دي حلوة جدا جدا، لو جربتيها هتغنيكي عن كل الطرق التانية للبسكوت. طلعوا معاكي مقرمش وهش ولذيذ جدا ولونه ذهبي زي ما انتم شايفين كده، فعلا يستحق التجربة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. معايا كده في البولة هبدأ احط كوباية الا ربع من السكر البودرة، ويكون منخول. وبعد كده هحط عليها كوباية من السمنة. لو عايزة تعوضي السمنة دي بزبدة مفيش مشكلة، لو عايزة تعوضيها بزيت على سمنة مفيش مشكلة، بزيت على زبدة ما برضو مفيش مشكلة، لكن زيت خالص اعتقد ان مش هيبقى يعني لذيذ قوي. بدأت ان انا اخلط مضرب يدوي عادي جدا السمنة مع السكر كويس قوي 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 بالمضرب كده لحد ما بقى لونها ابيض وفاتح وهشة عاملة زي الكريم شانتيه كده. بعد كده بدأت ان انا حطيت عليها نقطتين من الفانيليا وبيضة بدرجة حرارة المطبخ ورشة من الملح، وبدأت ان انا اكمل ضرب. ببدأ اضرب اضرب علشان خاطر لحد يعني ايه البيضة دي ما تختفي معايا تماما، والمعالم بتاعت البيضة ايه تروح معايا خالص. تمام، كل ما بتضربي اكتر كل ما هيديكي نتيجة احلى واحلى. شايفين القوام بقى عامل ازاي؟ بعد كده حطيت معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، وبتكي قوي على كلمه ممسوحه دي عشان انا مش عايزه نسبه بيكنج باودر كبيره. كمان بقى التركة المهمة جدا في البسكوت بتاعنا النهاردة وهي الحليب المغلي. حضرت كده ربع كوباية من الحليب المغلي، مغلي يعني لسه طفي عليه النار حالا سخن جدا، وبدأت ان انا انزل بالتدريج بيه حبة حبة. الربع كوباية دي ما تنزليش بيها كلها مرة واحدة، وعايزة اقولك ما تخافيش ان هو ممكن يبوظلك البيضة اللي انت حطاها ولا البيكنج باودر. احنا جربنا وقدامكم التجربة خير دليل، احنا شايفين البسكوت كان في اول الفيديو عامل ازاي. فما تقلقيش خالص خالص، جربيها واتكلي على الله وان شاء الله هيطلع معاكي شويه بسكوت زي العسل. فدلوقتي كده احنا حطينا ربع كوبايه بالتدريج، ايد كانت بتنزل الحليب وايد تانية كانت بتقلب الخليط ده لحد ما خلاص خلصنا الربع كوبايه. نزلنا بعد كده بالدقيق. الدقيق هنا مقداره قد ايه؟ انا هنا حطيت بالظبط 4 كوبايات الا ربع من الدقيق. لو انت هتستخدمي المكنه بتاعه البيتيفور او هتستخدمي القطاعات تقطعيها بالقطاعات وتفرديه من الشبه كده، فانت هتحطي 4 كوبايات كاملين. لكن انا عشان استخدمت هنا كيس حلواني فانا قللت من نسبه الدقيق شويه، خليتها 4 الا ربع. تمام كده. وطبعا زي ما انتم شايفين كده انا بحط الدقيق بالتدريج واحده واحده ومش بعجن باطراف صوابعي بس. بقولك ان انت تعملي لها تيست هنا بايدك النظيفه التانية مش اللي مطرحها العجين، علشان تعرفي ان هي خلاص وصلت للقوام المظبوط. زي ما قلت لكم انا هستخدم كيس الحلواني النهارده، والبلبله اللي هي بتاعه المشط العاديه جدا. طبعا البلبله دي في منها مقاسات كتير، في منها الكبير وفي منها الصغير، انا بحب اشتغل بالصغيره. كمان حضرت هنا الصاج اللي هشتغل فيه ورحت جايه دهناه بدهنه من الزيت، وبعد ما دهنته رحت جايه مسحها كمان بمنديل. مش حابه ان يكون في نسبه دهون كتير في الصاج عشان ما يحرقش معايا البسكوت. هنبدأ بقى بمنتهى السلاسة والأريحية ان انت تنزلي كده البسكوت بتاعك بالكيس زي ما انتم شايفين. سهل معايا جدا في نزوله، والرسمة ما شاء الله واضحة كده وجميلة جدا جدا. يعني البسكوت ده فعلا من انواع البسكوتات السهلة السريعة اللي مش هياخد معاكي وقت خالص في عمايله، وجميل قوي قوي. لو انت مش حابة تعمليه بالكيس زي ما قلتلك فانت ممكن تشتغلي ان انت تفرديه ما بين كيسين تلاجة وتبدأي تقطعيه دواير مثلثات بأي قطعات عندك، ان شاء الله حتى بكوباية، وتبدأي تسويه في ايه على السيجان كده. انا كده خلصت الكمية كلها. هندخله بقى دلوقتي على فرن سخن على درجة حرارة 180. اول ما يستوي من تحت طفي تحت وشغلي الشواية بتاعتك على الهادي خالص عشان تاخدي لون ذهبي حلو كده. ده كده شكل البسكوت بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. قد ايه جميل جدا وهش ومقرمش،